السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله هشرح تطبيق جديد واسمه جاكو. التطبيق ده مساحته 134 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بمقاطع الفيديو القصيرة. لو انت بتحب تعمل مقاطع فيديو قصيرة، عندك موهبة، عندك محتوى بتقدمه، عندك اي حاجه بتقدمها وليك جمهور او ليك متابعين، فانت بتقدر تحمل التطبيق ده وتقدر ان انت تنزل عليه الحاجه اللي انت بتقدمها. كمان بتقدر تعمل لايفات، اللي هو البث المباشر، ان انت يكون لك قاعده جماهيريه ويجي لك عدد كبير من الناس وعدد كبير من المتابعين. وكمان بتجيلك بقى مكافآت او بتجيلك ربح على الفيديوهات اللي انت بتنزلها. كل ما المشاهدات بتاعتها بتزيد بتحقق لك ارباح، واللايف اللي انت برضو بتنزله كل ما المشاهدات بتاعته بتكون زيادة كل ما بيكون ليك ربح كتير. كمان التطبيق ده بيكون عليه العاب بتقدر ان انت تلعبها في الوقت اللي انت حاسس ان انت فاضي فيه، او وقت مش حاسس ان انت عندك ملل او مش لاقي حاجة تعملها. كمان بيكون عليه موسيقى بتقدر انت تشغلها، بتشغل الاغاني اللي انت بتحبها. كمان بتقدر ان انت تحقق ان انت تكون ترند بحاجات بسيطة جدا، بمجرد ما يكون لك جمهور كبير وانت بتنزل عليه وناس كتيرة متابعاك، وبتنزل عليه على طول حاجات الناس عايزاها او الناس بتتكلم عنها او كده. تقدر ان انت تعمل ترند بحاجات بسيطة خالص. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو اول حاجة بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق. تاني حاجة، ناس كتيرة بتشتكي من ان التطبيق بيكون بطيء، بيحتاج بيحتاج نت عالي جدا او سرعة انترنت عالية جدا عشان التطبيق يشتغل معاك ويشغل الفيديوهات. لو سرعة الانترنت عندك متوسطة او ضعيفة التطبيق مش بيشتغل عندك ولا بيفتح اصلا. بس كده يعتبر ابسط شرح التطبيق بالنسبة للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.